عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما ننسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كمان ما ننسوش ندعو لاخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم، اللهم انصرهم واجبرهم جبر يتعجب به اهل السماء واهل الارض يا رب العالمين. حبايبي متابعين المحترمين، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة دعوة 40 غريب مستجابة في ظهر الغيب، ان ربنا ينصرهم ويجبرهم جبر يتعجب به اهل السماء. ربنا يرحم لهم امواتهم ويغفر لهم ويسامحهم يا رب العالمين، ويشفي جرحاهم ويربط على قلوبهم بالصبر والايمان، وربنا يا رب تكمل فرحتهم على خير يا رب العالمين. كمان ما ننسوش ندعو البابا انه ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه هو اموات المسلمين اجمعين، اللهم ارحمهم واغفر لهم وسامحهم واجعل لهم قبرهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. النهارده هنتكلم عن ايه؟ النهارده هنتكلم عن حوار حمادة بيخلص حقه من زاهية على حلمية. يعني هو عاوز يجيب حقه من زاهية بس يحط حلمية ايه في جملة مفيدة هي وطارق معاهم في الموضوع، بسبب ان ايه؟ يخلص حوار يعني سب بناته وغلط حمات في حماته والكلام ده كله اللي هي عملته زاهية مع القنوات. هو بقى طالع دلوقتي يخلصه بس بطريقة ايه؟ بطريقة يخلي مين؟ حلمية اللي في الوش، علشان ايه؟ من ورا خلف الكواليس زي ما بيقولوا. هفهمكم الموضوع، هو شوية متلخبط شوية. وكمان هنتكلم على ام جنى وزيارتها للدكتور، والعيلة كلها لازم تعرف اصل الجنين ايه. يلا بينا هنبدأ الموضوع. بس قبل اي حاجة كده ما ننسوش ندعو لماما مريم انه ربنا يشفيها ويعافيها يا رب العالمين، وكمان ندعو لكل بني ادم مريض ان ربنا يشفيه يا رب ويعافيه، وربنا يتولاهم برحمته يا رب العالمين، انت ارحم الراحمين، فاشفيهم وعافيهم يا رب شفاء لا يغادر سقما. وكمان ما تنسوش ندعو لساسو حبيبتنا ان ربنا يرجعها لنا بالسلامه ان شاء الله، ويردها يا رب ردا جميلا، ويطبطب على قلبها ويعوض عليها يا رب، ويديها الذريه الصالحه يا رب العالمين. كمان ما ننسوش ندعو لكل اخواتنا ان ربنا يكبر بخاطرهم وييسر امرهم ويرزقهم من حيث لا يحتسب وحيث يحتسب، ويفك كرب كل مكروب يا رب العالمين. يلا بينا نبدأ الفيديو عشان ايه ما يطولش عليكم. هتكلم بقى على المقطع اللي انا شفته الاخير اللي انا شفته وهو حمادة بيتكلم عليه. بصوا يا جماعة، فاكرين لما زاهية راحت خدت معاها شخصا ما من صاحب القنوات اللي هو بيطلع ده، وكان طلع بعدها على طول سب في حلمية وشتمها وقال كلام كتير في حقها ملهوش لازمة. وقتها لما خدته وراحت الفندق، وكانت طبعا ميتة من الخوف والرعب لما مدام إخلاص قالت ان هي في ناس في الفندق وان هي صوروها والكلام ده كله. طبعا هي كانت هتموت من الخوف لان كل حاجة وراها علامة استفهام. اللي يخليني ان انا اروح فندق تاني وارجع واشوف كل حاجة بالتفاصيل في الفندق وحصل ولا ما حصلش، يدينا 100 اشارة ان انت بتعملي حاجات غلط مش حاجة صح يا زاهية. فالمهم طبعا طلع بقى وقتها حمادة من ضمن الكلام، هو اعترف بنفسه انه حوار يوسف اللي اتقال ده ان هو قاله. هو اعترف على نفسه ان هو اللي قال على حوار يوسف، وان هو الكلام ده وصل من ناحيته هو، وان هو قال فعلا الكلام ده. فهو ايه طبعا ايه بيقولك اللي هو ده ايه بقى رد فعل، يعني اللي هو ايه رد فعل. بصي احنا كل واحد لازم ياخد حقه، كله سواسية، فكل واحد لازم ياخد حقه. وقتها طبعا قبلها على طول كان طلع بقى الصور بتاعت بنت حمادة وكان بنات حمادة، وكانت شخيرة طلعت وفتحت بث مباشر وثبت حمادة وثبت حماته وثبت اخت مراته. فالكلام ده كله كان جاي منين؟ هو وقتها حمادة في البث المباشر بيقول الناس دي عرفت لما هو بيقول لشخيرة انا هجيبك واقعدك في القعده، مش عشان خاطر ان انا اتصالح معاكي ولا انا عاوزه اتكلم معاكي، انت ما تعنيليش حاجه يعني، بس انا عاوزه اعرف إيه هنا مين قالك على اسم حماتي، ومين عرفك على تفاصيل تخص حماتي وتخص، ما انت مش من بلدي، عرفت الكلام ده كله منين؟ ولا انت من اهل بلدي، ولا انت ليكي تواصل مع حد في البلد غير مين؟ غير زاهية. فهو بقى ايه؟ حب يخلص، قالك ايه لكل فعل رد فعل. حب اخلص بقى ان هم تطلعي وتاخدي صور بناتي وتركبي لهم صور وتسبيهم
فانا حبيت اخلص حاجة قصاد حاجة. انت طلعت وعملت حاجة زي كده، فهو طلع بقى واتكلم على حوار يوسف والفيديو بتاع يوسف والكلام اللي هو اتقال طبعا على يوسف. بصوا في الاول والاخر يا جماعة، من كان زاهية ولا كان القنوات ولا كان حمادة ذات نفسهم، انا ضد ان كل اي حد فيهم يغلط في حق مين؟ يغلط في حق الست حلمية، ويغلط في حق يغلط في حق اي عيل من اولاد، اللي كان بنت حلمية، اللي كان بنت لبنى، اللي كان ابن زاهية، اللي كان بنت رانيا، اللي كان اي حد من القنوات دي يغلط ويسب ولا يغلط فيهم ولا يجيب في حقهم حاجة غلط تدينهم. تمام؟ انا ضد الكلام ده، ضد الاولاد خالص في الكلام، كل واحد له حقه يتقال. ماشي؟ فده كان رد فعل لحمادة على اللي هو طلع وعمله وقاله. يعني الحوار ده اترد طبعا على مين؟ على زاهية، لما هي عطت معلومات تخص حمادة وتخص حماته وتخص بناته وتخص اي حاجة. طبعا احنا شفنا زاهية ونفسيتها طالعة عاملة تعبانة ازاي، وان هي متضررة ازاي عشان ابنها. بصي يا زاهية، ما هو ده كاس بيدور على كل الناس، فانت طلعتي سبيتي اغلطتي في اولاد الناس، ما انت لازم تتسبي. حتى اولادك لو كانوا ما لهمش اي حاجة وما عندهمش اي مشكلة ولا في اي حاجة تدينهم، لازم يتسبوا ولازم يتغلط فيهم ولازم يتعمل كل الكلام ده فيهم. ليه بقى؟ علشان خاطر انك انت طلعتي وسبيتي، انك انت طلعتي وعطيتي معلومات للناس دي على القنوات دي. ما هو محدش ليه في البلد تعامل وتواصل يا زاهية غيرك انتي مع شخيرة ومع قلة ومع بنت الشيخ، مفيش حد هيجيب لهم المعلومات دي كافية متكافية. فالكل فعل رد فعل، يعني انتي طلعتي عملتي حاجة وضريتي بيها اخوكي اللي هو حمادة، وهو حمادة طلع رد عليكي، لان مفيش حد يعرف كل التفاصيل دي، والقنوات دي ما بتتواصلش مع حد غير معاكي انتي بس يا زاهية. فعشان كده لكل فعل رد فعل. يبقى حمادة وقتها لما طلع ويتكلم على ابنك كان رد فعل ان هو لازم يطلع ويتكلم عليكي. لكن هنا نتكلم مثلا على حمادة وهنتكلم ان هو معلش جايب كارت حشر الحلمية فيها. ليه؟ انت بتقول ان مفيش حد واحدة طلعت دفعت على بناتي، انت كذاب يا حمادة. حلمية طلعت مرة واثنين وثلاثة وكانت تتكلم وقت الصور، لما شخيرة طلعت صور لبناتك وفبركتها لها وحطتهم على المنتدى، كان اول واحدة طلعت ودفعت كانت هي حلمية، وقالت هو شهد وطارق في كل جملة مفيدة هيتحطوا. طارق دي عفوا طارق ده هو كل البنات كلها هتتجوزه، كل البنات كلها هو ماشي معاها. وقالت كمان وقتها اني اساسا شهدي دي بنت اخويا وشهدي دي بنتي، وحصل نصيب حصل ما حصلش، هي البنت قالت ان انا مش عاوزه اتجوز وعاوزه اكمل دراستي، وهو ربنا يوفقها وربنا يكرمها. يعني هي الست طلعت، لكن انت طالع حاطط الست حلمية كارت حشر بينك ما بين زاهية. ليه؟ وانت خايف تطلع تقول ان انا قلت على زاهية الفيديو ده لابنها علشان خاطر هي طلعت وعطت معلومات على حماته، وطلعت عطت معلومات على مراته، وطلعت عطت معلومات على اهل بيتي، عشان كده انا حبيتها كده بنفسي ما هي كادتني، فانا طلعت واتكلمت على ابنها وقلت الكلام ده كله. فانت خايف منها لحسن تعمل فيكم عيالها يعملوا فيك زي ما عملوا في المره اللي فاتت، وجم يتهجموا عليك في بيتك وضربوك انت ومراتك. انت طالع بقى عاوز تحط الست حلمية كارت حشري في كل حاجة، وكمان في نفس الوقت برضو مستكتر على طارق العربية، وتقول هو انت عشان خاطر ركبت لك عربية ولا عشان خاطر بقى معاك فلوس؟ ايه ده؟ فيه يا جدعان؟ ايه الناس دي؟ فانت المفروض انت طالع تتكلم مع حد في حاجة معينة او يعني انت طالع تتكلم عن حلمية، اتكلم عن حلمية. انت طالع تتكلم عن زاهية، اتكلم عن زاهية، لكن ما تجيبش الست حلمية في جملة مفيدة كل شوية في الموضوع. انت بتحطها هي كده كارت حشر بس، لكن اساسا الموضوع اساسا بينك يعتبر ما بين زاهية وما بين حوار ابنها. يعني انت اللي قلت، انت اللي اعترفت بنفسك انك انت اللي قلت، محدش سحب من لسانك الكلام. المشكلة انك انت بتطلع تعمل نفسك انك انت فاهم والدنيا كلها مش فاهمة، وعامل نفسك وتفرض نفسك، لكن للأسف انت اساسا بتورط نفسك بنفسك. بعدين انت بتدي الحق لمراتك ان هي تطلع وتتكلم على اخبار الناس وعلى الحاجة اللي تخص الناس، الحاجة اللي ما تخصهاش. دلوقتي اسألك سؤال، انت بيتك اهو، جوه بيتك
اخبار بيتك انت، تتمنى ان اختك حلمية تروح تطلع تتكلم مع متابعة وتقول ده حمادة عنده وفيه وفيه عليه وبتاع وكذا وبنته فيها كذا وابنه فيه كذا والموضوع ده انت ترضاها لنفسك؟ امال انت بتدي استحق لمراتك ان هي تطلع تتكلم على الناس ليه؟ بتطلع تتكلم وتقولك اصلك هي بتفضفض مع المتابعين ايه اللي بتفضفض معاهم في حاجه ما تخصهاش؟ تفضفض معاهم في حاجه تخصها، تتكلم في حاجه تخصها، يكون دخلها هي، يكون في بيتها، يكون في حياتها، مش تتكلم عن حلميه، تتكلم على زاهيه، تتكلم على لبنى، تتكلم على رانيا، تتكلم على اولادهم، تتكلم على بناتهم، طب ما انت عندك بناتك، ما انت بتزعل لما حد بيغلط فيهم ولا حد يطلع يتكلم عليهم؟ وانت اديك قلت بنفسك ان انا ضربت حلميه لما شتمتني ولما دعت على عيالي. يعني انت عيالك حلوين وعيال الناس وحشه؟ يعني انت وجع الناس حلو ووجعك انت عفوا وجعك انت صعب ووجع الناس وحش؟ يعني انتوا الناس غريبه قوي بصراحه، بتدوا حق لنفسكم حق على حاجه مش من حقكم. يعني هي هنا مش من حقها ان هي تتكلم ولا تذكر اي حد مع اي متابع، وبعدين دي مش متابعه واحده ومش اول مره، لما طلعت لها تسجيلات صوتيه ولما طلعت لها حاجات كتيره تدينها، وكلنا للاسف احنا طلعنا دافعنا عنها وقتها وقلنا ده كان في سوء فهم بينهم وبين بعضيهم وان هي كانت في مشكله بينهم وبين بعضهم. فانت اللي بتعمله ده مش صح، لا انت ولا مراتك. انت بتضحكش على نفسك يا حماده. انت بدل ما طالع تبرر لها اللي هي بتعمله، انت المفروض تقول لها لا طبعا اللي انت بتعمليه ده غلط، وانك انت ما يخصكيش وما تتكلميش في حاجه ما تخصكيش، وطلعين عليكم انتوا عليكم الغلط مطلعينه وحاطينه في غيركم. يا سيدي احنا هنقول لك ان حلميه دي شيطان رجيم، ان حلميه دي فيها كل الصفات الوحشه، ان حلميه دي وحشه بس من ورا الكاميرا لكن قدام الكاميرا ملاك. احنا مالناش دعوه، خليكم انتوا زي الست حلميه، وخليكم ملايكه قدام الكاميرا، وخليكم ورا الكاميرا يا رب يكون شيطانين. احنا مالنا؟ احنا لينا بالظاهر قدامنا، احنا لينا باللي طالع قدامنا، احنا لينا باللي احنا بنشوفه قدامنا. لكن انك انت تطلع اصلك ده فلانه دي فيها وعليها، اصلك علانه دي فيها وعليها، اصلك ديش ده منها، اخده ده فيها، اخدي. طب ليه؟ ما تلم انت مراتك ولم انت لسانك وخليك في حياتك. وسؤال بس، يعني انا حاسه انه كنتوا حوار عيله داوود دول مش عاوزين تسكتوا ابدا. يعني كل واحد فيكم مجرد ما الموضوع يتقفل من ناحيه اتجاه تفتحوه من ناحيه اتجاه تاني. انتوا بتثبتوا للعالم كله ان كنتم ماشياكم الفلوس وماشيينكم الدعم، وانه كنتوا مش حابين تقعدوا في سلام. يعني حوار زاهيه اتقفل وحلميه طلعت لنا انت يا حماده بحوار جديد وحوار بقى مدخل الدنيا كلها في بعضيها، وانك انت عاوز تبين الناس كلها بتاكل في بعضيها، وانك ما يغركمش اللي بيحصل ده كله، وكله كذب، وفي لازم واحد يدفع الضريبه. وابن اختي حنان قال لي انك انت اللي هتدفع الضريبه يا خالي. طب انت ما قعدتش ليه في القعده؟ ما اتكلمتش ليه مع الناس اللي انت عشان ما تدفعش معاهم ضريبه؟ انت بس ضريبه اللي انت هتدفعها لما كنت انت عملت كل ده والحوارات دي كلها وانقلابك كله على الست حلميه من ساعه ما حوار الذهب، وانت اللي طلعتي انت الوحيد اللي كان طارق قايل لك ان جاينا 4 علب ذهب، من 4 اطقم ذهب من جميله، وانت الوحيد اللي دخلت وكتبت في التعليقات وكنت عامل تعليقات فيك، لانك انت الوحيد اللي كنت تعرف، انت الوحيد يا حماده اللي كنت تعرف ان حلميه جاي لها ذهب، وطارق قال لك انت بس ما قالش لحد. فانت من ضمن الكلام انت وقعت من ضمن الحوارات اللي انت بتعملوها. ربنا بيوقعكم في شر اعمالكم. ليه بقى؟ ما هو خلاص انت بس الوحيد اللي عارف الموضوع اللي انا اتكلمت بينك ما بين فيه، انت بينك ما بين طارق. الموضوع طلع ليه؟ راح عند شخيرة. التعليقات اللي اتكتبت عند شخيرة كانت بتاعت مين؟ يبقى انت اللي بتعمل بقى ايميلات فيك وبتخشوا تتكلموا فيها، زي ما هناء لما كانت عاملة ايميل فيك وكانت بتخش عند ام محمد وتقول للست ام فالح والنبي هناء دي غلبانه، والنبي ده التلاجة بتاعتها خربانه، هات لها تلاجة والنبي معرفش ايه. ولما ام محمد فؤاد عرفت ان هي هناء بهدلتها وشتمتها وقالت كلام كتير علشان خاطرها. لكن انا مش فاهمه انتوا ليه ترخصوا نفسكم عشان خاطر الفلوس؟ ليه ترخصوا نفسك وترخص سمعتك وترخص سمعه بناتك وترخص نفسك عشان خاطر الفلوس؟ الواحد الحمد لله انا هنكر اقول مثلا، ما بقول اللي حابب يساعدني، لكن اني انا اروح ارمي نفسي على داعمه ولا داعم، لا. انا بقول اللي حابب يساعدني. انا عندي ظروف، انا عندي دين وعاوزه اسده، لو حد ينفع يساعدني بيه يساعدني، بتكلم في قناتي، لكن ما بطلعش اروح لحد
احنا فاتحين قنوات كلنا عشان نرزق، محدش فينا فاتح القناة عشان هو غني، محدش فاتح قناته عشان هو مش محتاج، لا احنا محتاجين عشان كده فاتحين قناتنا وبنقول اللي حابب يساعدنا ويدينا. لكن الحمد لله رب العالمين عمره الواحد ما جه لمتابعة قال لها اديني، ولا جه لقناة من قنوات من الداعمين وقال لهم تعالوا ساعدوني عشان انا عندي ظروف 1 2 3. اللي يخش لها على عيني وعلى راسي وربنا يبارك له. بلاش تحط الست حلمية في كارت حشر في كل حاجة انت حابب تعملها. عندك مواجهة، اطلع واجه وقول انا اتكلمت على ابن زاهية علشان زاهية عطت معلومات تخص بناتي وتخص مراتي وتخص حماتي وتخص ده لشخيرة وقلة وبنت الشيخ، عشان كده انا طلعت ارد عليها وطلعت اقول وطلعت اسوي. حتى نفس النظام على فكرة زاهية، حتى الشخص الماء اللي راح معاها الفندق ده برضو مش طلع بهدلها وطلع شتمها وقال لو شفتها هي وبتصرخ ولو شفتها هي وبتطلع ولو شو تعرفوا اللي انا شفته هناك وعارفوا عليها ومسكوا عليها. يعني اساسا انتوا بتروحوا الناس دايما تلووا دراعكم، عارفين ان كنتوا تمامكم ايه واخركم ايه. فبجد بجد لله الامر من قبل ومن بعد. في ناس غريبة بجد يا حمادة، اتق الله وخاف ربنا، اتق الله وخاف ربنا، ده انت معاك ولاية، وخلي مراتك تتقي الله وتبطل وتفكها بقى من الخاص ولا العام ولا الكلام ديتي. انتوا معاكم ولاية. طب ما انت معلش كلمنا على الجامعة بتاعت بنتك، يعني منين جالك، من اين لك هذا، والهدايا الداخلية وطقم الذهب والحاجات اللي جابتها مراتك من العمرة ومحدش لا يسمع عنها ولا يعرف عنها حاجة، والتليفون اللي جابته لها ام فالح الايفون والطقم الذهب، ما طلعتوش اتكلمتوا عليهم. كل الحاجات دي انتوا ما بتشوفوهاش. واي حاجة تيجي للست حلمية بس هي اللي بتشوفوها حلمية بس، حاجتها على طول اللي تعب الناس كلها ووجع الناس كلها. والعربية اللي راكبها طارق هي اللي تعباه، وهي اللي مش عارفة اقول ايه. بجد بجد مش عارفة، فعلا زي ما بقول الكعكة في يد اليتيم عجبة. فأي حاجة هتيجي للست حتى من كتر نبركم العمرة بتاعتهم اتأجلت، التأشيرة بتاعتهم لسه ما جهزتش. فبجد لا حول الله يا رب، ربنا يرحمنا ويرحمكم ويرحم من اللي ما بيرحمش، ربنا يرحمنا منه بجد. لان فعلا بجد الواحد بيجي في وضع صعب جدا، وبقينا في زمن غريب جدا. الناس ما بتحبش الخير لبعضيها، لدرجة ان الاخوات ما بيحبوش الخير لبعض، بياكلوا وينهشوا في بعض عشان خاطر الفلوس عشان خاطر الدعم. فانا بقولها لك اهو تاني يا حمادة، لما تحب تواجه وتقدم رسالة لزاهية اطلع على طول كده واجه، واعمل نفسك راجل وافتح بس مباشر وقول لها تعالي يا زاهية انا اقول لك عملت حوار ابنك ليه وكان علشان خاطر سبب ايه. مش تخلي طارق ولا تخلي حلمية هم يبقوا وش المدفع وانت ورا منهم. ففعلا بجد لله الامر من قبل ومن بعد. اقسم بالله الواحد بيشوف حاجات غريبة لا حول ولا قوة الا بالله. تعالوا بقى نروح لام جانا كده في السريع وشوفوا ام جانا. ام جانا طلعت علينا ملبسلنا الاموره الصغنون، ربنا يحفظه لها يا رب ويبارك لها فيه، ابنها، وهي ومازن ماسكينه بيوروه يعني ان هو بتقول لك بجيب هدوم قيمه علشان خاطر اللي يجي من بعد منه، لو كان ولد يلبسه من بعد منه، لو كانت بنت برضه هجيبها له وبرضه هتلبسها البنت. يعني هو في تلك كل الحالات اللي هيجي هيلبسها. ماشي. بصي على وقفتي كده في التعليقات في واحده قبل ما ابدا كده بتقول انا نفسي افهم، هو ما فيش غير مازن بس في الفيديو طول الوقت؟ هات الواد يا مازن، امسك الواد يا مازن، حاسب على الواد يا مازن، سيب الواد يا مازن، ارجع لورا يا مازن، ابعد عن الكاميرا يا مازن، امشي يا مازن، تعالى يا مازن، روح يا مازن. بتقول انا زهقت المازن من كتر ما هي ما معهاش غير لبانه في لسانها غير مازن 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 مازن. فبجد يا ام مازن انت يعني جوزك ده بتقللي من قيمته كتير جدا 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 في الفيديوهات، من كتر كل حاجه مش شويه كده هتخليه يقوم يسيء الشقه مازن والناس كلها بتتفرج عليه. فالله يهديك على نفسك. المهم قالت ان هي رايحه للدكتور والعيله كلها حبت تعرف اللي في بطن ام جنى واد ولا بنت. العيله كلها بما اكملها من كبيرهم لصغيرهم صمم ان هم كلهم يعرفوا هو واد ولا بنت. متهيألي الدكتور اللي هم بيروحوا ده دكتور عيله ام جنى بس، هو بس ما فيش غير ام جنى، لاني ما شفتش دكتور حد بيروح يخش عنده الناس كلها بتخش، العيله كلها بتخش تبص على السونار. هو الدكتور بيبقى معاه واحد بس ولو في ممرضه بيبقاش في حد، هو المريض بس ومعاها الممرضه بتاعته بس، اكتر من كده ما شفتش اكتر. لكن ده دكتور العيله، دكتور كل حاجه عند ام جنى بصراحه يعني.
قالت بص انا عارفه، وانا عارفه اللي في بطني ايه، بس انا بقى ايه، بحاول ان انا اقول ان هو مش عارفه علشان خاطر ان شاء الله ما يبقاش اللي انا شفته ولا اللي انا عارفاه. طبعا هي شكلها فيها ولد، وهي عاوزه، بتقول لي ان هي عاوزه بنت يعني من كلامها اللي احنا استنتجناه يعني. وراحت عند الدكتور وتقول للدكتور انا عندي احساس يا دكتور انك انت هتعمل لي مفاجاه، وهتكون الحاجه دي مش زي ما انت قلت لي. يقول لها انا اعمل لك مفاجاه ازاي، ما هو ده اللي موجود، يعني اعمل لك مفاجاه ازاي؟ هو فيها مجانا احنا هنغير قضاء ربنا؟ هنغير كمان في ربنا اللي بيبعته لنا؟ ده مش عاجبني، لا فانا هشوف حاجه غيره وهبدلها واجيب حاجه تانية. يعني مش عاجبني انه فيا ولد، لا هات لي بنت. لا يا دكتور المفروض هيكون ان شاء الله هتفاجئني وتديني مفاجاه. قال لها افاجئك ازاي يعني، ما هو ده اللي موجود، يعني انا افاجئك ازاي؟ وبعدين انا مش بحس بنبض في للجنين ومش حاسه باي حاجه، فان شاء الله هتفاجئني واجيب بنت ما اجيبش ولد. يعني انت اصلا يعني في الاخر بتقول في الاخر لابنها ريان حسك عينك يا ريان، تعرف لحد حاجه ولا تقول حاجه يا ريان، اوعى تقول اي حاجه ولا تفتح بقك، انت حر بقى. فمعلش يا ام جنى اللي انت بتعمليه ده دي حاجه طبيعيه يا جدعان؟ ما انت ربنا كرمك ومعاك الولد ومعاك البنت، بس انت قلتي كلمه كده عند الدكتور استوقفتني شويه ولازم اعلق عليكي فيها. يعني انت بتقولي للدكتور انا نفسي بصراحه تيجي بنت عشان جنى لما تكبر وتتعب ولا تحصل لها حاجه تلاقي اختها جنب منها. ليه يا ام جنى؟ هو انت بتقفي جنب اخواتك؟ هو انت يا ام جنى بتعملي زي اللي انت عاوزه بناتك في المستقبل بعد كده ان هم يعملوهم مع بعضيهم؟ يعني انت بتقفي جنب اختك؟ ده انت فضحت اختك وبهدلت اختك وشمهت اختك وصورتيها وهي في اصعب حالاتها. ده انت امك اللي جابتك وخلفتك بتدفعيها تمن العلاج بتاعك من النعمه كلها اللي عندك دي والحاجات اللي انت بتشتريها وبتجيبيها، بتدفعي امك تمن العلاج. امك يا وليه، امك اللي هي خلفتك بتدفعيها. المتابعه بتقولك لما انت عندك خير ربنا ده كله ازاي بتدفعي امك تمن العلاج اللي الواحد لو منه يخلع الهدوم اللي هو لابسها ويلبسها لامه وتبقى على قلبه زي العسل. فانت بتتكلمي ازاي؟ يعني انت عاوزه اولادك لما تجيبيهم يتعاملوا مع بعض؟ طب هم شافوا امهم مثلا طالعه بتعامل اخواتها مثلا بصله رحم وحاجه طيبه وجوه من قلبهم كده بيتعاملوا بما يرضي الله، فانت عاوزه تطبقي الكلام ده على اللي انت عاوزه تخلفيهم وتجيبيهم ان هم يطلعوا يعملوا كده مع بعض؟ ما هو انت ما زرعتيش يا ام جنى عشان تحصدي، انت بتعاملي اخواتك اوسخ المعامله، بتعاملي امك ذات نفسها باوسخ المعامله. ففين صله الرحم اللي انت بتزرعيها في اولادك قدامهم؟ بتعمليها في او اخواتك وامك والناس دي عشان اولادك يطلعوا يعملوا اللي انت بتقولي عليه. انت ما بتقدميش غير اسوأ حاجه من ناحيه صله الرحم بتاعتك يا ام جنى. ده انتوا بتعودوا العيال ان هم يقطعوا صله الرحم بتاعتهم. احنا شفنا معاملتك مع اختك ام شروق، وشفنا الافعال بتاعتك، وشفنا طريقتك، وشفنا استغلتيها اسوأ الاستغلال هي وبنتها، وفي نفس الوقت الا ما رحم ربي. يعني اللي انت بتعمليه ده اساسا كله سوء. فانت جايه تعلمي وتقولي شفتي كلمه انك انت عاوزه لاخت بنتك عشان بكره وبعد لما تكبر تبقى محتاجه اخت معاها، لكن احنا ما شفناكيش تعملي كده مع اخواتك. فانت بتتكلمي في ايه بقى يا ام جنى؟ لا حول الله والله العظيم. يعني ينصحونا الناس بالبر وينسوا انفسهم، يعني مش فاهماها بصراحه. المهم شفناها بقى هي وشغاله بتقولي اصلك بص، اصلك الطفل مش راضي يتحرك، اصلك انا مش حاسه بحركته، ايه ده هو جسمه بان، هو حمله كبير، طب ما انا مش باينه ليه، هو عشان بطني كبيره انا ما بحسش غير بالاكل بتاعي اللي انا باكله. طب انت بتحسي ازاي معلش يا ام جنى الاكل بتاعك لما بينزل بطنك يعني انت بتحسي بيه ازاي؟ يعني الاكل اللي بيتحرك في بطنك مش الجنين اللي بيتحرك في بطنك؟ ففعلا الواحد انا مش عارفه بصراحه هي الست دي يعني بجد هي يعني بتستعبطنا ولا بتستهبلنا ولا هي اساسا هبيطه وعابله ولا ايه اللي احنا بنشوفه ده؟ بجد انا مش فاهماها بصراحه. يعني انا عاوزه المتابعين يقولوا لي يعني ايه رايهم في ام جنى، في تحليلها، في نظامها، في طريقتها اللي هي بتعملها، في اللي هي بتطلع بيه. هل هي دي طبيعيه؟ غير كده والله انصحك نصيحه، يعني بلاش المتابعين كلهم بيعلقوا على طريقتك مع جوزك، المتابعين كلهم شايفينك انك انت عامله جوزك ده مازن كاني لا مؤاخذه يعني حاجه رايحه جايه، روحي تعالى اعمل سوي اعمل متالي شويه كده انت تقعدي ويلا بقى اكلنا وشربنا واعمل كل حاجه يا مازن واحنا قاعدين. فقولوا لي ايه رايكم يا جماعه
في الفيديو، قولوا لي ايه رايكم في حماده ورد فعله، قولوا لي ايه رايكم في تخلص حقه من حلميه. يلا اسيبكم في امان الله وحفظه، واستودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم.